الليلة بعلمكم بقصة وانا على هالكرسي المريح لها فترة عندي، كل ما جيت بنزلها اتكاسل ولا نزلتها عاد الا الليلة يوم قعدت على هالكرسي. الليلة بعلمكم بقصة عجيبة غريبة لازم تسمعها، واذا انت فاضي سوي لها حفظ اسمعها بعدين لا تفوتك وعلم بها الناس. اول حاجة هالامانة شانها عظيم، اللي يحفظها الله يحفظه ويحفظ عياله ويحفظ صحته ويحفظ ماله ويشوف اثرها في عياله وعيال عياله في المستقبل، واللي يضيعها جميع ما سبق بالعكس. القصة حصلت في تبوك قبل 55 سنة تقريبا. حرمة كانت بنت صغيرة وامها ماتت وعمرها 3 سنوات، جاها مرض وماتت، وابوها قعد ويوم وصل عمر البنت 5 سنوات ويجيه مرض خطير وعرف انه بيموت، ونادى اخوهم ساكنين في قرية واخوه جنبه ونادى قال يا اخوي انا بموت ولا عندي لها البنت وحيدة، لا لها اخو ولا قريب ولا بعيد الا انت، وانا تراني مستودعك هذه البنت، تراها امانتك، ما ادري متى ياخذ الله امانته لكن تراها امانتك. ما طول ومات. قام عمها واخذ البنت، اخذها عنده وحطها مع عياله. الرجال عنده بنتين وعنده ولد وحطها معهم، لكن ما حطها معهم زي عياله، خلاها على جنب شغاله. جات وقت الدراسة ودرست ترم، دخلها المدرسة ودرست ترم، وكنا المصاريف زادت طلعها وخلى بنتين وولده. الله أكبر يا الظلم، وخاصة على اليتيم، يتيمة مسكينة ما لها حد وهي جاهلة وخلاها في البيت تساعد حرمته أما العيال، وعيالها يروحون المدرسة ويجون. تقول هي تعلمني بنفسها الحرمة، تقول يوم يمشون للمدرسة البنات الصغار هم في سن واحد، تقول أروح وراهم أجري لين يصلون النقل ويركبون يروحون وأنا أعود البيت كل يوم على هالحال. وإذا عودت على كد وعلى شغل وهي بنت صغيرة، بناته يدرسون وبنت أخوه اللي يمانة عنده في البيت على خدمة وعلى أمور يعني. مشت السنين وراحت السنين، تقول وأنا تأقلمت سبحان الله على أني خلاص شغالة، أني أقل مستوى لدرجة أنهم يجون البنات وأخوهم ويدرسون، أجي طالع معهم في الكتب بموت على الدراسة، ما تخليني أمهم، أخري عنهم خليهم يذاكرون، روح يسوي روح يغسلي روح يشيلي. تقول خلاص أنا شغالة بس ما عندي يعني العقل اللي يخليني أحزن ولا أزعل، بس تحس أني أقل يعني منهم درجة، لين تأقلمت عليها وعشت سنين. يوم هاك الأيام تقول يمكن وصل عمري 10 سنوات 12 سنة ولا أقل يمكن 10 سنوات، إلا وهم ينجحون في المدارس ويجيب لهم أبوهم اللي هو عمي يجيب لهم دراجات هدية النجاح، الولد دراجة والبنت دراجة والبنت الثانية دراجة، الظاهر من الدراجات هذه 3 كفرات ولا كفرين ما أدري والله، ما عاد بعض التفاصيل. فسبحان الله تقول وهم يلعبون عليها في العصر وأنا وراهم أطرد وراهم ألعب معهم، لكن ما يركبوني وأنا بس ما أسترجي إني أقول بركب، بس بمشي وراهم إلا واسمع جارنا واحد ما يقرب لنا بس يقول لحرمته يا ويل فلان من ذنب هالمسكينة وش بيجيه لو اشترى لها دراجة وش بيخسر. تقول حزنتني الحرمة، الكلمة حزنتني. تقول إلا والحرمة تبكي، قالت اليتيم يا فلان هذا حال اليتيم. تقول ولبت هاك الليل من القهر ومن الحزن كأني بديت أستوعب أني يتيمة وأن أبوي لو أنه عايش وحي ما خلاني أنقهر القهر هذا وأقعد أطرد فيهم، يكفي إن عمي ما درسني ودرس بناته. كبرنا وراحت الأيام وراحت لين سبحان الله حرمة الرجال هذا اللي هي مرت عمي جاها مرض في رجليها وصارت معاقة ولا تمشي إلا على كرسي. تقول إذا رحنا السوق ولا حاجة أنا اللي دف العربية، تقول بناتها يمشون وولدها مع أبوهم وأنا اللي دف العربية، مستشفى زيارة حفل عزيمة أنا اللي دف الحرمة. وتقول خلاص يعني عيالها وبناتها ولدها وبناتها ما يلمسون العربية، يعني هذه شغلتي أنا. كبروا البنات اللي وصلوا في سن الزواج يجون خطابين. تقول أنا في زين يعني جميلة أجمل من بنات عمي، تقول لو جو خطابين أنا يصرفني يخليني أروح غرفة ولا حاجة يقفلون علي ولا جلسي جاينا ناس يبونا بسر، أنا والله إني من الحزن ما عاد أعرف أتكلم. فسبحان الله لين يمشون الخطابين ما أنا على جنب، ما
عرفت اني يعني انسانه على جنب. زوج بناته سبحان الله، راحت الايام وجات وزوج الاولى وزوج الثانيه، تزوج الولد الكبير. وقعدت انا وهالحرمه عمتي المعاقه وعمي ادف فيها واروح واجي. تقول حتى اذا حضرنا زواج بناتها يجون يمشون بطوالهم وبفساتينهم وانا ادف العربيه، حتى اذا ضربت في زاويه درج ولا في سلم ولا حاجه قدام الحريم تقول لي وجع يوجع قلبك. فسبحان الله. طيب وبناتك هذه اللي يمشون ما عندهم وهم المفروض اللي مسؤولين عنك، لكن تقول انا تاقلمت اني خلاص شغاله وعرفت اني لا يمكن اني اتزوج وابني بيت زي بنات عمي ما شاء الله اللي جامعها ولد واللي، لاني انا مقدر علي اني ادف عمتي بالعربيه. راحت الايام وجات والسنين، ماتت عمتها، جاها مرض وماتت، باقي عمها كبير في السن ولا حد عنده. قال يوم من الايام يا بنتي تعالي، انا والله اني احبك واخاف عليك من الحياه ومن المشاكل. وكيف غريبه يخاف علي؟ تقول حتى ايام العيد والله انه يكسي بناته يجيب لهم لبستين 3 لبسات. تقول انا يجيب لي لبسه من الرخيص بس يلا قدام الناس. قلت ايوه. قال وبزوجك جالك خطاب. تقول جاء خطاب رجال صديق لعمي، عنده ولد ظروفه تعبانه مسكين يعني عقليا ما هو هاك النشيط اللي مره وسط، وانا بعطيك اياه. قلت يا عمي فلان تعبان وانا يعني ارزق. قال لا 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 ما عاد هي خطابه وانت كبرتي واحمد الله وتحمد الله والله ما صدقنا وتزوجي. تقول ما ادري هو اعطاه فلوس، ما ادري على انه صاحبه يعني بيجامل معه، يقول جوزني بالقوه واخذت هذا الرجال. تقول مسكين ابن حلال هو، تقول لكن لا تاخذ منه حق ولا باطل، كل يوم على راي وابوه هو اللي يتصرف فيه. مرت الايام وجاء الله رزقني بولدين وبنتين من هذا الرجال المسكين. الا وهاك اليوم جايين عيال عمي، ولد عمي وبنات عمي اللي انا اشتغلت عندهم شغاله، قالوا تكفين يا فلانه انت في الديره ساكنه واحنا في المدينه وكل واحد متزوج وهذا، ونبغاكي تاخذين ابونا عندك امانه. شوفوا سبحان الله كيف دارت الحياه. نبغاكي تاخذين عندك وترى امانتك احتفظي به. تقول اخذت. تقول انا والله ما عاد في يعني ضعف زي من اول، عندي بناتي وعيالي ورجالي حتى لو انه مسكين. تقول لكن انا صرت مستقله. قلت جيبوه عمي جيبوه. تقول وجابوه عندي، عياله تبروا منه. هذا سبحان الله اللي يضيع الامانه عياله يضيعونه. شوفوا ضيعوه عياله بناته وولده، يقدرون ياخذون ابوهم عندهم وهذا، لكن تحجج انه ما يبغى المدينه ما يبغى الا القريه. وتاخذها الحرمه هذه بنت الحلال الله يجزاها بالخير، هي تسمعنا وترعاه احسن رعايه. بظهر الرجال ردي، اعوذ بالله من الشيطان الله يرحمه هو توفى، بس سبحان الله الطبيعه يعني رديه، طباعه رديه، وبعض الناس سبحان الله طبعه ما هو زين. تقول اخس كلام، اهانات، سب، شتم. عيالي بنات الصغار يجون من عنده يضربهم باللي في يده ما عنده مانع، ويقول لرجالي الخبيل وين؟ الخبيل جاء، الخبيل راح. تقول انا يزعلني يوم يقول لرجالي الخبيل، لكن عمي ومانه. تقول لجال العيد يجون احفاده عيال بناته وعيال ولده ويوزع لهم من 20 ومن 50 ومن 20. تقول وانا عندي ولد اصغر عيالي في شقاوه، يروح له يا جد يا جد ويمد يده له ويردها المره الاولى كاني ما دريت عنك. طيب هي 5 ريال ولا 10 ريال ولا. تقول مره يزعجه يعطيه ريال. تقول حز خاطري وترد يا ولدي رده انا اعطيك احسن منه. فسبحان الله حفظت الامانه. قعدت سنين لين مات الشيبه. وراحت الايام وجات، انقطعت اخبار هذلاك بنات عمها وولد عمها، انقطعت واخبارهم. هي راحت وربت عيالها واستمرت ومرت السنين. الا وهاك اليوم ولدها واحد من عيالها ضابط كبير في الشرطه، الا داخل عليه هاك المتهم اللي مع الباب، من ما عرفوا بعضهم، فلان بن فلان الفلاني، وذا ولد عم امه الرجال، ولد الرجال اخو البنات، داخل عليه في قضيه. ويش القضيه؟ دين، وايامها الدين في سجن. قالوا تكفى يا ولد انت من انت؟ قال انا فلان ابن فلان اللي قال ابوك الخبيل مدري. قال ابوي ما هو خبيل، ابوي رجال
وطلعنا رجاجيل واستح على وجهك. يقول هو يتلخبط ويعتذر، الكلبشات في يديه. قال تكفى يا ولدي، يا ولدي تكفى. يقول أنا باعتباري واحد من عياله كبير في السن، لا ترد إساءاتنا لك ولأمك ولأبوك بأنك تسوي فيها يعني محضر ولا أمور. يقول عود اتصل على أخوي الصغير، اتصل على أخوه الصغير وجاء وطلعوه بالكفالة، كفله أخوه. شوف سبحان الله، شوف هذول كيف يتصرفون وهذول كيف يتصرفون. الأمانة طلعوا بكفالة. بعدين دروا أن بناته الثنتين جات بينهم مشاكل، هم رجاجيلهم تطلقوا، كل واحدة قاعدة في البيت سبحان الله مطلقة، وأخوهم هذا عليه ديون ومسكين ما طلعه من السجن إلا ولد بنت عمه. فسبحان الله هذه من القصص العجيبة الغريبة. لاحظوا كيف سبحان الله اللي حفظ الأمانة واللي ضيعها. هذاك الرجال ضيع الأمانة، بنت أخوه ضيعها، ضيعه الله وضيع عياله وراحوا، وهذه حفظت الأمانة وصبرت. الله ايوه. وانا البنات واحده مبتعثه في امريكا، واحده دكتوره، وولدهم الصغير مدرس اللي كان يطلب لي، وهذاك مديون وتعبان، اخواته تعبانات مطلقات ضايع مستقبلهم. سبحان الله، الله يضيع اللي يضيع الامانه ويحفظ اللي يحفظها الامانه. فهذه هي القصه الطويله اللي يمكن انها تطفشكم، لكن حبيت اني اعلمكم بها. سلامتكم.